ماشي فتى الادغال، عبد الحفيظ المحورك هذا. الجاج مفرش وساده، والبوله ديما شاعله وقاده. الكاس مهرمش عدا هامولاهم يعطينا الافاده. يعني البداية ديالي كانت سنة 2006. بديت نمارس مجموعة من الرياضات، الفنون الحرب، وانتقلت للعدو الريفي، ويعني مجموعة من الرياضات، وحسيت بأن عندي طاقة وموهبة اللي اكتشفتها مع الجمهور، فكانت البداية. مبلي بالقرايه الا كان في الدار، ودايرين به الجوائز يا حضار. في غرايبو تبقى ساهي محتار، سولو نستازا يعطوكم الخبار، وسولو ديك الشمعه على غرايبو وعلى ديك الاسرار. يعني حياتي الشخصية اليومية، يعني إنسان عازب، بائع خضر، تاجر، عائلة متوسطة الحمد لله، وكنمارس عدة رياضات. اش هذا؟ المحورك غادي يقدم لكم وكلة اليوم، فطور بالدجاج ديال حياتي، وشنيك مدردره بالبوصلانه. عمليه سهله مهله، خاص غيكونوا سنانك ديال العاج ومصارنك ديال البيطون. يعني باش نشرح للجمهور المغربي هذه الرياضه هذه، يعني هذه الرياضه كاين القوه الداخليه والقوه الخارجيه، وكاين بعض الناس كيمارسوا هذه الرياضه التحدي. يعني انا هذه الرياضه هذه نسقط بين التحدي والخوارق، وصعيب باش نسق بين التحدي والخوارق. في الغداء حيت المحورك داير ريجيم كيعدي باش ما كان صينيه ديال الالومنيوم ساك. الصينيه غناو عليها الغيوان، وتكتب عليها شحال من ديوان. كاينه ديال البلاد وكاينه ديال تايوان، كاينه اللي كتباع بالتخفيض، وكاينه اللي كتطحن الى اتصل بها عبد الحفيظ. اما القوه الخارجيه كتركز في جر جميع السيارات والحافلات والشاحنات. يعني كنجر بطريقه بمخالب حاده، كنجر بالعينين تاعي، بالانف، بالاذنين، يعني بالاسنان، بالمشنقه، بالشعر. ها هو كيجرب نيفو طوموبيله وزوج شاحنات. جمهور مخلط ولاد وبنات، كاين اللي جا من فاس وكاين اللي جا حتى من دمنات، والشتا خيط من السما. يلا شد زغريته يا الحدقات، حضروا لي حتى التوانسه وحبوه برشا برشا. يصارع الشتا والحديد في نيفو تخشى، هذا زيد على داك العجب اللي كلا وما عرفناه فين مشى. وبالنسبه للبطل ديالنا عبد الحفيظ محورق، يعني هذا الشيء اللي كيدير رياضه الخوارق والتحدي، كياكل الزاج، لا رازوار، الموز ديال الحلاقه. يعني درنا له اشعه، درنا له ليكوغرافي، ما عرفناش داك الشيء فين كيمشي. يعني داك الشيء قدره عطيه الله سبحانه وتعالى. ودابا الكوتي، في الكوتي هاد البطل كيبغي شي مواد غنيه بالحديد والفيتامين. حنا كنلقاوهم في الكبده اللي مره كنشريوها من الباطوار، والمحورك كيلقاها في طروفات الزيزوار. لا يطيح حبك على زيزوار، هادوك المصار المساكن كون راهم ولاو عندك تقل يا اخويا. بصحتك وبين ما كملتي الباكيه سي المحورك، نسمعوا الحاج غيشرح لنا القضيه دروك. هنا كان نشوفوا عشاء والصباح، ما كانش عنده هذا الشيء. هذه البركه عطاها له ربي من عنده، ما فيها لا اختلاف لا ليه لا لون. ودابا هذه الصونه ديال خونا، ماساج للظهر وما تطمعش تشوف الدم الاحمر. اكس خاطيغيست هذا. فين غادي؟ وانت فين غادي؟ ايوا لا كلشي حتى العوينات وصافي نوض. يا ودي نعل الشيطان وغتزوجك الحاجه غير نوض، وبالبنت اللي بغيتي غير زقا. وسعدات الحاجه بك، الا شفتي لها على المنط رد عليك. ايوا الوالده ما تخافيش عليه، يبقى يشف على الدجاج حتى يجيو الديباناج. ما احنا هذا الشيء يجيني عادي ما بحال كنخافوا عليه، ولكن هذا الشيء الموهبه عطاها له الله. مالك عاوتاني مع هاد القطبان؟ سمعنا بتقيب الودنين وما عمرنا سمعنا بتقيب الجنبين. ياك ما باغي تقب باش تخوي ديك الجوطيه اللي كليتي اليوم؟ جانا ميساج من مصلحه الكهرباء ديال تازا، المحورك كيستعد يدخل الضوء لذاته بالاخبار السلطات. بحال هاد البويلات ديال نيو بالنسبه للمحورك غير دي زاميزكول، كيحلي بهم سنانو بين ما طابع شاه، واللي بغى يذوق مرحبا.
حرصت على عدة جوائز على الصعيد الوطني والدولي. يعني في المغرب حصلت على مجموعة من الشواهد والكؤوس والميداليات يعني في عدة مهرجانات، وكنتمنى ان شاء الله عاود نحرز على جوائز اخرى خارج المغرب ان شاء الله. ومشكله هذه يا قلنا لك حتى العينك لا. ايوا الا ما بغيتيش دير اخويا، دير نظرك مبارك. انت واقيلا باغي تنتحر، وانا الا بقيت حداك غادي نمشي فيها بحيته انا وهاد مول البوادر اللي معاك. هذا زاد طبقه على طبقه. السي المخرج ساليني هاد الحلقه وعشيو عبد الحفيظ فيا جوره مسك الختام. الشكلاط هذا.